السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والزول في اللوميت مثلا سي الشرق من الغرب، سي الشمال من الجنوب، لقضايا شاويين لتركيين لصحراويين ناراضين مزوغي إشلحيين لشنويين بلا ماذا تسوق بني سنوس. إن شاء الله تيرين بخير وعلى خير. نعاود نكمل الموضوع في الجزء الثاني من الفيديو الأول تاع الجزائر الأعظم واللغة العربية وفرنسا والمخزن المراكشي والفرانكو بربرية. قبل ما نكمل الموضوع تاعنا الرد على واحد الأخ على ما أظن اسمه أنيمي روم، اللي قال لي باللي هذا الحديث ضعيف. على بالي بلي الحديث ضعيف يا أخي، وعلى بالي شكون اللي ضعف هذا الحديث. هو الشيخ الألباني هو اللي ضعف هذا الحديث. ولكن يا أخي لتعلم أن ليس كل حديث ضعيف هو مهمل، وعندي أدلة على ذلك. الشيخ الترمذي كان يأخذ بالحديث الضعيف وزيد لك. الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي حنيفة كانوا ياخذوا بالحديث الضعيف عن القياس. كانوا ياخذوا بالحديث الضعيف وما ياخذوش بالقياس. وهذا ماشي انا راني نقول، العلماء راهم يقولوا، وهذو كانوا من اهل السلف. جاو بشحال قبل الشيخ الألباني. على كل حال هذا امر ماناش اهل اختصاص فيه احنا. وثانيا كما قلت لاتيجري كان يحاوس ينصر 2.5 ملايين من القبائل، ولكن كما قلت فرنسا تتحكم فيها طائفة من اليهود، ونحن نعلم بأن اليهود ما يخدموش لليوم فقط، ما يخرجوش عند صباطو. صبارين، اليهود صبارين. يدير مشروع يسناه، ما يتقلقلوش يقول لك نحقوا في نهار ولا يومين ولا 3 ايام. يقعد 2 قرون 3 قرون ما راهو فم. يقول لك الا مشينا وليدي، الا ماشي وليدو وليدوه هي رايحه. ها واش كان يقتل الله في يجري. وقال هادو قول مالي حاوزناهم منا، قال لهم خليت ولادي. هذاك هم المشروع تاعهم يريح يطبق للان. لا بيرف واش صار دوكا راهم مازال للان يمسحوا في مناطق من القبائل تاعنا. والدليل عندها واحد العام الكم الهائل من الكنائس الغير مرخصة اللي غلقتها الدولة. يعني المشروع تاعهم مازال يطبق من النهار اللي قالها لا تجري للآن. مازالوا يتمشوا في المشروع تاعهم. نكمل الموضوع تاعنا خاطنا. كما قلت لكم باش يحققوا هذا المشروع تاعهم يلزم لهم أناس يتكلوا عليهم. من بين هذو الأناس كاين خونه هنا في الجزائر أو راهم عايشين على برا، وكاين واحد اخرين شكون هما المخزن المغربي او المراكشي. والدليل نروحوا للصفحه 308 من هذا الكتاب. شوفوا واش يقول الكاتب احمد بن نعمان، الدكتور احمد بن نعمان.
واش يقول الكاتب؟ لنأخذ العناصر الفرنسية مثلا وراء الحركة البربرية، فإننا نجد أغلبيتهم من اليهود بحجة الدفاع عن حقوق الإنسان والأقليات المضطهدة، ولكن الهدف الحقيقي لليهود والصهيونية هو تفجير البلدان التي تقف ضدهم وخلق عدم استقرار بها. وتأكيدا لعلاقة الحركة البربرية بكل من المغرب والجزائر ودورها في تأسيس ما يعرف بحكومة القبائل في فرنسا. تعرفوها شكون اللي داروا لها زعما الرئيس فرحات الهادي، ووقوفها وراء المملكة المغربية في تحقيق هذه المطالب. شكون اللي حقق لهم هذه المطالب؟ هي المملكة المغربية، هي اللي راهي تدعم هذا المشروع اللي راهم متكلين عليها الفرنسيس. وكما قلنا ثاني الخونة اللي راهم هنا في الجزائر واللي راهم برا، من امثال زيطوط، امير ديزاد. الا كنتو شفتو خاوتي الفيديوهات تاعهم كانوا قبل ما يبداو الفيديو يبداو بالقبائل، ليس حبا في القبائل، ديروها مليح في بالكم، والله ليس حبا في القبائل او منطقة القبائل، والله غير راهم يخدموا بها. وانا واحد قبايلي نقولها لكم، والله غير يخدموا بها. مثلا جاتك فرنسا طنوعة نجاوب على البربريين هذو الفرنكو بربريين، على ما طلبكمش الاستقلال ولا الحكم الذاتي. ها اللي كانت حاكمه فرنسا الجزائر، ها اللي كانت مستعمره الجزائر. جاوبوني الفرنكو بربريين علاه ما طلبكمش الاستقلال؟ ها بن عمي، ها ابناء جلداتي القبايل، جاوبوني. علاه حنا القبايل ما طلبناش الاستثمار الفرنسي الاستقلال؟ فهموني، على ما طلبناش في هذيك كي كانت حاكمة فرنسا، على ما طلبناش الاستقلال؟ اسمها دوك من بعد هذا الاستقلال تاع القبايل. تاك واحد يكون شويه يخمم، ما يكونش طماح. المهم قلنا فرنسا تستعين بالخونة وتستعين بالمخزن المغربي لتحقيق هذه المطالب. تؤكد مصادر عليمة أن فرحات الذي أعلن عن تأسيس حكومته من فرنسا أنه تؤكد مصادر عليمة أن فرحات الذي أعلن عن تأسيس حكومته من فرنسا أنه يقبض راتبا شهريا يقدر ب 13,000 أورو. كما خصصت المخابرات المغربية المخزن المغربي حسب نفس المصادر 40,000 أورو موجهة تحديدا للأنشطة المرتبطة بالاتحاد الأوروبي، وأوكلت بالمدعو كلود مونيك رئيس المركز الأوروبي للدراسات الاستراتيجية، ومقابل هذه الأموال أوكلت مهاما مشبوهة لما يعرف بالحركة من أجل الحكم الذاتي بمنطقة القبائل. شتو خوتي؟ يعني هذا المشروع تاع لا تيجري مازال للآن يتمشى، محبش حتى وإن فرنسا خرجت، حتى لو طردناها بالسلاح واسترددنا أو استرجعنا حريتنا، ما نقولوش أخذنا حريتنا، لأن لو كان نقولوا أخذنا الحرية تاعنا يعني هذا أننا كأمة
لم نكن، بل كنا أمة في الماضي. فاسترجعنا حرية. لأننا كنا أمة منذ الأزل. من قبل الميلاد جدودنا ماسينيسا يوغورتا الذي خانه بوخوس الخائن. والذي سلمه إلى الرومان، إلى ماريوس الروماني. هذا واش بغيت نوضح لكم خاوتي، باش يعني هذا مشروع تاع لافيجيري هذا راه مازال يتمشى للآن. وباش ينجح هذا المشروع يلزم يكونوا عندهم أناس يخدموا بهم هذا المشروع. أولا خاونة تاع الجزائر، وراهم بداو يبانوا، وعطيت لكم أمثلة عليهم من بينهم هذا زيطوط وأمير تيزاد، سواء أن كانوا عن قصد أو غير قصد باش نعرفوا. وثانيا عن طريق المخزن المراكشي هذا. لهذا يجب أن نعرف العدو من الصديق. وباش ما نطولش خاطري، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفي فيديو واحد آخر إن شاء الله.